معتقدين عقيدتنا. يا أخي هل تعلم أنه في دير الزور لوحدها أكثر من 40 مسجد وحسينية؟ في دير الزور الحسكة والرقة، ومثبت الشيء هذا ومصور على الفيديو، أكثر من 40 مسجد وحسينية. وما كانت أبدا، وما كانت، وهم ركزوا على المنطقة الشرقية مشان يجعلوها زي جنوب العراق، مثل قبائل خزعل أيام زمان، كانوا كلهم عرب كلهم مسلمين، وعن طريق الترغيب والترهيب شيعوهم. كذلك الأمر عندنا، تشيعت ناس كثير من أجل الدرهم والدينار بسبب الترغيب والترهيب. نعم. ولا شك أن يعني هذه الثورة قامت ليس فقط على بشار، وإنما قامت أيضا على العقول، لتعود العقول. حقيقة شيخ يعني الوقت معك لا يمل، خصوصا في ظل هذه الآيات، لكن اسمح لي الوقت انتهى. إن شاء الله تعالى نلتقي مرة أخرى في أيام قادمة. إذا مشاهدينا الكرام لا يسعني إلا أن أشكركم. نصف دقيقة فقط، تفضل. أول شيء أذكر إخواني المجاهدين، وأذكر نفسي، وأذكر كل فرد في سوريا، رجال ونساء وشباب وأطفال، وأذكرهم بالله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله والذكر الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبادة تتطلب منا قيام ليل، وتتطلب منا قراءة قرآن كثير وذكر. وأحرص أخواني على جلب السلاح، يعني صوموا يوم وافطروا يوم، من الجوع ما راح تموتون، راح تموتون بالرصاص الذي يطلقه عليكم النظام. وأنا أرش الكوفي عنه، مثل ما يعني قال: إن لم يتدارك الوضع في سوريا حيصبح في سوريا كل امرأة ورجل مجاهد. وإن شاء الله أنا راح أثبت هذه الحقيقة. الآن شكلت كتائب من النساء تحمل السلاح، وسوف تقاتل المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب، كما قاتلت مسيلة الخزرجية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوات كثيرة. وأحث إخواني كل الحث على أن ترجعوا إلى الله، وأحث إخواني الذين يقومون بقيادة الكتائب ودعم الكتائب المسلحة أن يتركوا الخلافات جانبا، أن يتركوا، لأن هذه المعركة معركة أمة، مو خلافات شخصية. يا أخي أنت تضيع مصير أمة، وسوف نقف أمام الله، وعند الله تجتمع الخصوم. شكرا لك يا شيخ. الوقت حقيقة انقضى منذ فترة، والمخرج أكثر من مرة يعني تحدث معي. إذن مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى يكون لنا أيضا لقاء آخر مع الشيخ عبد التواب أبو طيبة. أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى لكم يوما إن شاء الله تعالى حافل بالأخبار الإيجابية وأخبار البطولة. في أمان الله.